السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد. إن شاء الله في الدرس ده هقول لكم على 4 مواقع تسويق بالعمولة. طبعا المواقع دي معروفة وفي ناس شغالين عليها بالفعل وبيكسبوا منها فلوس يوميا ومحققين أرباح عالية جدا، وأنا واحد من الناس دول. تمام. طيب المواقع دي في ميزة فيها كمان إنك ممكن تشتغل عليها كتاجر. يعني مثلا انت معاك رأس مال معين سواء بسيط او متوسط او كبير، حبيت مثلا تشتغل مع المواقع ديت. انت بتقول لهم عندي مثلا بضاعة كذا، وليكن مثلا ملابس او نوع معين من الترنج مثلا، انت بتجيبه لهم من المصنع، بتشتريه من المصنع وبتقول لهم انا عندي المنتج ده، ممكن تحطوه لي في المخزن عندكم وتخلوا المسوقين يشتغلوا عليه ويسوقوه لي. طبعا انت بتكسب من الناحيتين، سواء انت بتسوق لنفسك وسواء بالتاجر كمان. ولو انت ما عندكش وقت انك تسوق، فالمسوقين في المواقع دي هم بيقوموا بالواجب ده. تمام. يعني لو انت ما عندكش وقت وعايز مثلا تعمل بيزنس خاص بيك، ممكن تلجأ لحاجة زي كده. ده نوع من انواع التجارة الالكترونية برضو. تمام. طيب المواقع دي برضو انا هقول لكم ازاي تتعاملوا مع الادارة بتاعتها لو انتوا مثلا حابين تشتغلوا كتجار. وطبعا عندهم خدمة عملاء بيقدموا كل المساعدة لو انت محتاج تشتغل سواء تاجر او مسوق عليها. عندهم مساعدات، المساعدات يعني عندهم موجودة بالفعل في خدمة العملاء ومع الإدارة نفسها كمان لو تطلب الأمر. ان شاء الله هعمل فيديو تاني ازاي تبقى تاجر، مع ازاي تتاجر او تشتغل معاهم كتاجر مع المواقع دي، وازاي تتواصل مع الإدارة معاهم. تمام. طيب ان شاء الله في الفيديو اقول لكم على 4 مواقع. ال4 مواقع دول فعلا زي ما قلت شغالين مع ناس كتير، وناس كتير بتكسب منهم فلوس عن طريق التسويق بالعمولة وعن طريق انهم شغالين كتجار معاهم. طيب تمام. اول موقع معانا هنا اسمه اي كوم باونتي. طبعا هو موقع معروف. المواقع دي موجودة في مصر. تمام. كل المواقع هتبقى موجودة في مصر النهاردة اللي انا هقول عليها النهاردة. طبعا هنا بيديلك كل اللي انت محتاجه، معلومات عنهم وكل حاجة وازاي تستلم ارباحك، وعندهم خدمة عملاء وعندهم تحصيل ارباح من العميل. طيب هنا برضو بيقولك اهو زي ما انا ما قلتلك، ممكن تسجل كمسوق وممكن تسجل كتاجر. طبعا كتاجر دي انت المفروض بتتفق معاهم الاول على المنتج اللي انت هتوديه لهم في المخزن بتاعهم عشان المسوقين يشتغلوا عليه. تمام. ده اول موقع. طبعا اللينكات انا هحطها لكم في الوصف تحت. اسمه اي كوم باونتي، ده اول موقع. طيب تاني موقع اسمه جيو جيوفاني جيوفاني افيليت. تمام. ده برضه اهو ممكن تسجل فيه كتاجر وممكن تسجل كمسوق على حسب انت عايز ايه. وممكن تشتغل في الاتنين كمان على فكرة. يعني ممكن يبقى عندك بضاعة انت بتسوق لها وتشتغل معاهم كمان، تبعت لهم البضاعة بتاعتك والمسوقين يشتغلوا عليها برضه، يعني انت مستفيد من الناحيتين. تمام. ده كده تاني موقع. تالت موقع طبعا انا اتكلمت عنه في كذا فيديو قبل كده، لو ما شفتش الفيديوهات دي روح شوفه، انا شارحه بالتفصيل. موقع تاجر ومنظمين جدا وعندهم خدمة عملاء كويسة. تمام. رابع موقع معانا والاخير اسمه موقع اسمه موقع جامايكا. طيب جامايكا برضو من اشهر المواقع، وعندهم شحن وعندهم شبكة تسويق كبيرة جدا، وعندهم دعم فني برضو، محترمين جدا. ممكن تبدأ معاهم كمسوق وممكن تبدأ كتاجر برضو، ايا كان انت عايز ايه. تمام. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هشرح ازاي تبقى تاجر معاهم وازاي تتواصل مع الإدارة بتاعتهم وخدمة العملاء عشان تحدد لهم لو انت مثلا عندك منتج معين وعايز تحطه في المخزن بتاعهم ويسوقه لك، واقول لك على النظام اللي انت تتفق معاهم بيه والنظام بيمشي ازاي وكل حاجة. فما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك لو الفيديو عجبك، وتقولي لو انت محتاج حاجة معينة ممكن تكتبها لي تحت في الكومنتات، وانا ان شاء الله
هكون معاك وهجاوبك بإذن الله. بس كده، مع السلامة.